بص يا معلم، الأغنية دي مش مجرد كلام مرصوص على بعضه، دي حاجة شبه التعويذات، كأنها طلاسم بتتقال في عالم السحر والروحانيات، بتحكي عن قوة خفية بتحوم حوالينا. ناس منهم ما شافوش النور، وناس محبوسين في دوامة من الغضب والانتقام. تعال نفكر الكلام واحدة واحدة، ومش عاوزك تخاف، الكلام من وحي خيال المؤلف فقط، بس تعال أقولك خياله وداه لحد فين. نيجي لأول جملة في الترنيمة وهي الكلام هنا معناه إن في حاجة بتدور حوالين صابر المداح، حاجة مش واضحة لكن بتحاوطه، كأنه في متاهة مش عارف يخرج منها، وده بسبب تتابع ملوك الجن عليه، أو كيان غامض بيراقبه من بعيد ومستني اللحظة المناسبة عشان يظهر، وفعلا بيظهر. وكلمة روح الحقيقة معناها مش واضح أوي، لكن وجودها في سياق الكلام بيديها معنى بيحسسك بالارتباك والتخبط. نيجي للجملة اللي بعديها اللي بتقول الكلام فيه إيقاع سريع، كأنه حد بيسرد تعويذة عشان يسرع الأحداث، خصوصا كلمة بتوحي إن في غضب مكبوت بيتحرك زي النار، زي حد اتحبس في مكان وعايز ينفجر في وش اللي حبسه. وده ينقلنا للجملة اللي بعديها اللي بتقول متكيف مربوط حس علينا وصول. هنا المعنى واضح، بس في نفس الوقت تحسه غامض بسبب سياق الكلام برضو. صابر المداح زي مربوط أو مقيد مش قادر يتحرك، لكن اللي بيراقبه معاه صوت، يعني في عذاب، في عقاب، كأننا بنتكلم عن أرواح معذبة أو كيان محبوس مستني حد يفك قيوده. لكن برضو كلمة صوت في سياق الجملة تحس إن ليها معنى تاني مختلف في سياق الكلام. لو عندك تفسير تاني للجملة دي بالذات أو لكلمة صوت أو يقصدوا إيه معناها هنا، سيبه في الكومنتات. أما الجملة اللي بعدها واللي عدانا يتلقى لو يتلقى المربوط، وهنا ده تهديد صريح، اللي يعادينا نهايته محسومة هيتجمد، كأنه سمع حاجة كان المفروض ما يسمعهاش، أو شاف حاجة المفروض ما كانش يشوفها. كلمة المردود هنا معناها إن اللي هيحاول يأذي اللي قايل التعويذة دي، أو اللي هيحاول يقاوم أو ما يستسلمش لأوامرنا ينتظر عقابه. ونيجي للجملة اللي بعدها اللي بتقول النور فتنة نشوف. معنى كلمة شوب في اللغة العربية هي ما اختلط بغيره من الأشياء، وخصوصا السوائل. هنا المعنى فيه تناقض غريب. ليه؟ لأن النور مش بيظهر كحاجة جميلة، بالعكس النور هنا زي اشتعال النار في حاجة مش المفروض تولع، كأن في طاقة مخفية بتتفتح، حاجة أكبر مننا كلنا. ودي القوة الخفية اللي ظهرت لصابر المداح وفاجئتهم كلهم. أما كلمة منشوب هي في اللغة العربية أصلها كلمة نشب، وبتيجي في سياق لغوي زي مثلا رماه بالنشاب، يعني رماه بالنبلة والقوس والسهم، يعني النور فيه اترمى زي السهم. وده اللي حصل فعلا في أحداث المسلسل. ولما لقوا عنده قوة خفية وكبيرة راحوا للخطة البديلة، واللي بتنقلنا للجملة الأخيرة وهي فوت قوة شبك منصوب. ودي آخر خطوة بعد كل اللي حصل. الشبك اتنصب، الفخ جاهز، أي حد هيقع فيه مش هيخرج منه. وده لأنهم اكتشفوا إنهم ما يقدروش يواجهوا صابر المداح بالقوة اللي عنده، لأنه أقوى منهم، وقرروا ينصبوا فخ ليه عشان يقدروا يتغلبوا عليه. ولو فهمتها بطريقة تانية قولي عليها في الكومنتات. وزي ما قلت لك كل الكلام ده من وحي خيال المؤلف فقط، يعني كلام مش حقيقي، بس خيال المؤلف عالي حبتين. وخليك فاكر ان القصة مش حقيقية ومفيش اي داعي للخوف او الفزع، الموضوع مجرد للترفيه ليس الا. لو وصلت لحد هنا شكرا، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفولو وتقولي رأيك في الكومنت. سلام.